بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكي حبيبتي فتاة وأفتخر. هنبدأ النهاردة كلامنا عن الموضوع اللي انتوا اخترتوه، ازاي يبقى عندي ثقة بنفسي. أول حاجة هنقولها ان احنا ياريت نسمع الفيديو للآخر عشان نشوف الفكرة كلها على بعض، وبعد كده نحدد هنعملها ولا لا. أول حاجة هنقولها في موضوع الثقة بالنفس ان الثقة بالنفس دي بتيجي اوتوماتيك وتلقائي من احساسك انت بنفسك. يعني شايفة نفسك ازاي؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا اول لما احس اني صح وكويسة مفيش حاجة ناقصاني، طبيعي هبقى واثقة في نفسي، هبقى بس محتاجة خطوات بسيطة تدعم وتزود الثقة دي. طب ازاي احس اني كويسة او اشوف نفسي كويسة؟ ده اهم حاجة عشان هو ده الاساس اللي هبني عليه الثقة بالنفس. اول حاجة هنقولها، بمجرد ان انتي بنت ده شيء كويس، يعني ربنا خلقك بنت، ده شيء جميل ومميز جدا، مش حاجة كده وخلاص. ربنا سبحانه وتعالى خلقك واهتم بيكي جدا، وفي صور في القرآن باسمك مخصوص، سورة مريم، سورة النساء، وطبعا في صور كتير اتكلمت عنك. انا بقى هسيبلك ده كمسابقة هنعملها، اللي هتجمع عدد الآيات اللي اتكلمت عن البنت والمرأة في القرآن هتاخد جايزة كارت شحن. ده مش بس كده، مش بس القرآن اتكلم عنك، ده احنا يعني لما بنقول مثلا واحدة جورنان كتب عنها ولا صحيفة، بتبقى فرحانة قد ايه ان الجورنان ده اتكلم عنها، ما بالك انا بقولك القرآن اتكلم عنك، ربنا اتكلم عنك. حتى الآيات اللي فيها تعميم وموجهة للكل برضو تخصك. كمان الرسول عليه الصلاة والسلام وصى عليكي كتير، برضو عايزاكي تجمعي الأحاديث اللي الرسول عليه الصلاة والسلام وصى عليكي فيها. حتى في آخر لحظات حياته كان بيوصي عليكي. كمان ممكن البنات المسيحيين يلاقوا حاجات في الإنجيل بتتكلم عن المرأة، برضو يفيدونا بيها. تاني حاجة، انت بقى عموما كإنسانة ربنا خلقك لهدف معين. كل واحد وكل واحدة فينا مهما كان شكلها، طويلة قصيرة تخينة رفيعة، ظروفها صعبة فقيرة مريضة، كل واحد فينا مخلوق لهدف معين. لو شكيتي لحظة انك ملكيش لازمة واستسلمتي للإحساس ده، كأنك بتعيبي او بتقولي ان ربنا خلقك زيادة، يعني ربنا ما كانش مفروض يخلقك. ليه؟ الحقيقة ربنا خلق كل واحد فينا وليه مليون لازمة، بس طبعا الشيطان بيشغلنا ويتوهنا عن الهدف بتاعنا عشان نبعد عن ربنا، ويسيطر علينا بقى فكرة اليأس والاكتئاب ونبعد عن ربنا. همتك بقى يا شطورة يا اللي بتقولي فتاة وأفتخر انك تصحصحي كده وتفوقي وتحسي بقيمة نفسك كويس قوي. دي أول خطوة. أول لما تحسي بقيمتك ان فعلا ربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم اهتموا بيكي، وانك ليكي رسالة وليكي هدف وليكي لازمة، انا هسيبك اسبوع تتشبعي بالاحساس ده، والاحساس ده يسكن فيكي كويس قوي ويسكن جواكي كويس قوي. ابدأ بعد كده اتكلم معاكي بقى ازاي تحسسي اللي حواليكي بده كويس، وتبدأي تتعاملي مع الظروف والمواقف اللي بتحبطك واللي بتقلل ثقتك في نفسك. طبعا دي حاجات موجودة مش هننكرها، مواقف وحاجات بنتعرض لها ممكن تقلل ثقتنا بنفسنا شوية، بس هنبدأ. ممكن اغششك طريقة سهلة قوي تخليكي تعيشي في مود الاحساس ان ربنا ورسوله مهتمين بيكي. ابدأي بيها لغاية ما نتكلم الحلقة الجاية. طيب اعمل ايه الطريقة؟ ممكن وانا بسرح شعري قدام المراية او وانا بلبس الطرحة اقول مثلا 3 مرات: ربنا العظيم خلقني لهدف عظيم، ربنا العظيم خلقني لهدف عظيم. ممكن اقول ايه كمان؟ ربنا ورسوله بيحبني وانا استحق ده، ربنا ورسوله بيحبني وانا استحق ده، انا استاهل. اختاري اي جملة تعجبك بجد وما تستهزئيش بالفكرة. قولي لي مثلا بعد اسبوع هيبقى احساسك ايه؟ لو انت عملتي الكلام ده كل يوم لمدة اسبوع هيبقى احساسك ايه؟ هل مودك هيتغير؟ هل هيبقى في تغيير ولو بسيط في مودك ومعنوياتك مع الوقت؟ طبعا مع الوقت، مع الخطوات الباقية اللي هنقولها
ان احنا ازاي نزود ثقتنا بنفسنا، ده اكيد هيفرق معاكي وهيزود ثقتك بنفسك. اتمنى ان الكلام النهارده تكونوا اقتنعتوا بيه وتطبقوه. وزي ما قلت المسابقه بتاعتنا اللي هتجمع لي عدد الايات اللي ربنا ذكر فيها المرأة ليها جايزة كارت شحن، واللي هتجمع لي برضو الاحاديث اللي الرسول عليه الصلاة والسلام اتكلم فيها عن المرأة ليها كارت شحن هدية. تبعت لي الكلام ده في رسالة، وان شاء الله هنوصل مع بعض ان احنا ثقتنا في نفسنا هتزيد، وهنقول كلنا انا فتاة وافتخر. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.